الكلى عضو صغير في الحجم لكن وظيفته ضخمة جدا. لكل واحد فينا كليتين، كل كلية تعرف بتفلتر قد ايه؟ بتفلتر 50 لتر دم يوميا، وبتنتج حوالي 1.5 لتر من البول اللي هو عبارة عن السموم الزايدة والأملاح الزايدة في الجسم. يعني في الآخر الكلية هي محطة المعالجة لجسمك. لكن في عادات يومية بنعملها بتهد الكلى وتبوظها. ايه هي العادات دي؟ هنعرفها مع بعض. العادة الأولى قلة شرب المية. قلة شرب المية ده بيخلي فيه تراكم للأملاح وبتتكون الحصوات. حاول تشرب من 2 ل 3 لتر يوميا، ده هيساعد الجسم والكلى انها تشتغل بكفاءة أفضل. العادة الثانية هو الإفراط في استخدام المسكنات زي البروفين والباراسيتامول، وده كل ده بيأثر على الدورة الدموية للكلى، فحاول ما تستخدمش المسكنات إلا عند الحاجة أو عن طريق استشارة الطبيب. الثالثة الإفراط في الملح. الملح مش عدو القلب بس، ولكن كمان بيضر الكلى. الملح بيأثر على الجسم لأنه بيزود نسبة الصوديوم، وده بيدي مجهود للكلى كتير إنها تخرج الصوديوم من الجسم. حاول تقلل الملح من الجسم وتقلل تناوله، وكمان ممكن تعوضه بالليمون وقلل الشيبسي والأملاح يا صديقي. العادة الرابعة اللي بتضر الكلى هو حبس البول. كتير مننا بيأجل البول بسبب الشغل أو بسبب الكسل، وده بيخلي فيه ضغط على الكلى والمثانة وبيزود الالتهابات. عشان كده نحاول نستجيب لإشارة جسمك. العادة الخامسة الإفراط في البروتين الحيواني. الإكثار من أكل اللحوم الحمراء والدواجن ده بيزود الأحماض في الجسم، عشان كده حاول تخلي فيه اتزان وحاول تزود من الفواكه والخضروات. العادة السادسة قلة النوم. قلة النوم بتأثر على الكلى لأن النوم بطريقة منتظمة ده بيخلي الكلى تعيد وظائفها من أول وجديد. السهر بيخلي فيه الجسم يفرز هرمونات توتر، وده بيأثر على الأوعية الدموية اللي بتغذي الكلى. عشان كده حاول تنام بكمية مناسبة أو بوقت مناسب من 7 ل 9 ساعات يوميا عشان تقدر تستفيد الكلى من النوم ده وتقلل هرمونات التوتر اللي بتفرز في الجسم. الكلى زي الفلتر، لو اتسد او باظ الجسم كله بيتسمم يا صديقي. فحاول تحافظ على الكلى على قد ما تقدر وما تستناش اما تشتكي ويحصل اي اضرار او علامات تأثر على الكلى.